إذن على أي شيء أبني عقيدتي؟ أبني عقيدتي على ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير متجاوز ولا مقصر. ولنضرب لذلك مثلا. قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كلمة ثم استوى على العرش حام حولها خلاف كثير في معناها وفي كيفيتها أيضا. فمن الناس من قال إن معناها استولى، ومن الناس من قال إن معناها على واستقر على شبه ما يعلو الإنسان ويستقر على السرير وعلى الفلك وعلى الأنعام. ومن الناس من قال إنه على واستقر على كيفية لا يعلمها إلا هو. الذين يقولون إنه بمعنى استولى فهموا أن الاستواء بمعناه الحق يستلزم أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها للخلق، فلما فهموا هذا اللازم قالوا يجب علينا أن ننكر هذا المعنى المستلزم لهذا المعنى الباطل. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب علينا أن نصرف استوى إلى معنى استولى، وهذا يلزم عليه لوازم باطلة ليس هذا موضع ذكرها. والذين قالوا إنه استوى استواء كاستواء الإنسان على الفلك وعلى الأنعام قالوا لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، ومعنى استوى على كذا هو ما يفهم باللغة العربية وحسب ما تدركه عقولنا، فيجب أن يكون استواء الله كاستواء الإنسان على الفلك والأنعام. والذين قالوا إنه استوى بمعنى عليه علوا خاصا واستقر عليه استقرارا يليق بجلاله بدون أن يكون مماثلا لخلقه وبدون أن نسمح لأنفسنا بتكييفه، هؤلاء قالوا لا نكيف لأن هذا أمر غائب عنا لا نشاهد له نظيرا، وما كان غائبا عن الإنسان وليس له نظير فإنه لا يمكن أن يذكر له كيفية، لأن الشيء لا يمكن أن تعرف كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا غير موجود في هذه الصفة من صفات الله ولا غيرها من صفات الله أيضا. ثم قالوا نقول إنه ليس مثل استواء الإنسان على الفلك والأنعام، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن إذا كيفنا صفة الاستواء قلنا على الله ما لا نعلم، وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. وإذا كيفنا صفة استوائه على العرش قفونا ما ليس لنا به علم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وإن مثلناه بخلقه وقعنا فيما نهى الله عنه وفيما نفاه عن نفسه، فإن الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يا إخواننا هذه العقيدة يجب أن ندع أقوال كل العلماء المخالفة لطريقة السلف، وأن نبني على عقيدتنا على ظاهر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن محترزين من شيئين، وهما التمثيل والتكييف، لأن ذلك محرم ولا يليق بالله عز وجل أن نكيفه، لأنه أعظم من أن تحيط به العقول، ولهذا لا تدركه الأبصار، وإدراك الشيء بالحس أقرب من إدراكه بالعقل، فإذا كان لا تدركه الأبصار جل وعلا لا تحيط به،
فأولى ألا تحيط العقول به، لأنه أعظم وأجل. أما معنى ما وصف به نفسه فإنه معلوم لنا وهو حق. قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. واشتهر عنه أنه قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا مثال أضربه ويحذى به أو يحذى على مثال جميع صفات الله عز وجل. والذي أكرره أنه يجب على طالب العلم أن يعمل بما علم عقيدة، لا يتجاوز ولا يقصر، فإن تجاوز أو قصر وقع في المحظور.